أهلا وسهلا بيكم في كورس جديد بعنوان إزاي تعمل بيزنس موديل. وأنا بعمل الكورس ده حاولت بقدر المستطاع أرجع أقرأ كل اللي اتكتب قبل كده عن البيزنس موديل وأسمع الفيديوهات الموجودة على النت، وللأسف كل المصادر اللي لقيتها فهي جهود فردية غير مكتملة بتتكلم عن جزئيات معينة في البيزنس موديل، ولقيت إن في خلط كبير ما بين البيزنس موديل والبيزنس بلان والفيزيبيليتي ستادي اللي هم نموذج العمل وخطط العمل ودراسة الجدوى. وكوني واحد من الناس اللي عانوا في فهم الموضوع ده بشكل إجمالي، فقررت أعمل الكورس ده، واللي إن شاء الله أعتقد إنه هيساعدك على فهم الموضوع بالمجمل بدون ما ترجع لمصادر تانية إلا لو كانت أجنبية. الكورس ده بيوجه كل المحتوى اللي فيه لكل الفئات اللي محتاجة تكون على علم بالبيزنس موديل، بحيث يقدروا يستفادوا من أي فكرة تيجي في دماغهم. فكل المطلوب منك وإنت بتشوف الكورس بتاعنا إنك تركز في كل كلمة بتسمعها علشان تفهمها كويس قوي، وبالتالي تعرف تطبقها. وما تقلقش، المحتوى معمول بأسلوب بسيط وسهل، وعلشان نتأكد من فهمك ليه وإنك قادر فعلا على تطبيقه، تقدر تتناقش معانا في محتوى الكورس من خلال واتساب أو الميل بتاعنا، وهنحاول نجاوب على أي سؤال ممكن يدور في دماغك. فياريت قبل ما تكمل مشاهدة تجيب ورقة وقلم وتحاول تدون كل الأفكار والأسئلة اللي هتيجي في دماغك وإنت بتشوف الكورس بتاعنا، وخد بالك إن الأفكار بتتنسي لو ما نزلناهاش على ورق، وكمان علشان نبقى نتناقش فيها مع بعض ونقدر نزود الفاليوز اللي بنقدمها لك. وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو لان بجد ده اللي بيشجعنا نكمل. وقبل ما نبدا في اي تفاصيل محتاج افهمك الاول ايه الفرق ما بين البيزنس موديل نموذج العمل، والبيزنس بلان خطه العمل، والفيزيبيليتي ستادي دراسه الجدوى، وده علشان نبدا بدايه صح وما يحصلش اي لخبطه بعد كده. خليني اقول لك الاول ايه هم دول. البيزنس موديل والبيزنس بلان والفيزيبيليتي ستادي هي مجموعة من الأدوات اللي بنستخدمها في دراسة وتحليل وتقييم وتنفيذ لستارت اب على أرض الواقع. فاللي ممكن يستخدم الأدوات ديت أي شخص عنده فكرة وحابب يدرسها ويبدأ في تنفيذها وتطويرها بعد كده. وكل أداة من دول ليها مهمة أو وظيفة معينة بتقوم بيها، ووظيفة كل أداة بتختلف عن التانية، وكل واحدة فيهم وليها وقت معين. يعني التولز ديت أو الأدوات ديت مش بنستخدمهم كلهم مرة واحدة، لا طبعا مفيش الكلام ده خالص. ببساطة هي خطوات بنعملها ورا بعض. بيبقى في فكرة وبنبدأ نعمل بيزنس موديل للفكرة ديت، وبعد كده نعمل فيزيبيليتي ستادي، وفي الآخر بنعمل البيزنس بلان. وبتفاصيل أكتر، نموذج العمل أو البيزنس موديل بيديك تخيل واضح لشكل الفكرة اللي في دماغك بتاعة الستارت اب اللي انت عايز تعمله، بس بدون تفاصيل. بمعنى انه هيسألك شوية أسئلة، والأسئلة ديت هي اللي هتوضح الفيجن بتاعتك للستارت اب بتاعك، وإجاباتك على الأسئلة ديت هي الأعمدة الرئيسية اللي هيقوم عليها الستارت اب، أو بمعنى أصح هي اللي هتحول الأيديا بتاعتك لبيزنس يدخلك فلوس، وبتخليك تعرف تطلع بتقييم مبدئي للفكرة بتاعتك. والأسئلة والإجابات ديت بتبقى في شكل رسمة واضحة قدامك. دي مقدمة مختصرة، وفي بقية الفيديوهات هنتكلم بشكل تفصيلي أكتر عنها، وهنعرفك إزاي تعمل بيزنس موديل لأي فكرة تيجي في دماغك وتدرسها وكمان تحللها. أما دراسة الجدوى أو الفيزيبيليتي ستادي دي الخطوة التانية بعد ما بتعمل البيزنس موديل. مهم جدا تعمل دراسة جدوى علشان تتأكد من إنك بتدفع فلوس في حاجة تستاهل، هتعود عليك بمكاسب، مش مجرد إنك بترمي فلوس في مشاريع وخلاص. وطبعا مش محتاج أقولك إن الهدف من المشاريع ديت إننا نكسب مش نخسر. فأنت بدراسة الجدوى بتقيم فكرة الستارت اب بتاعتك بدقة من 5 جوانب رئيسية: بيئي وقانوني وتسويقي وفني وتمويلي. وهي لسه فكرة ما تنفذتش، وتشوف ايه حجم المخاطر اللي هتقابلك، وهل هتقدر تعديها ولا ممكن تعجزك. وبعد ما تخلص الفيزيبيليتي ستادي او دراسة الجدوى وتعملها، بيبقى بناء على دراستك قدامك خيارين: يا تصرف نظر عن فكرة البيزنس وتشوف غيرها، يا تنتقل للخطوة الثالثة وتعمل بيزنس بلان وتبدأ في تنفيذها. الخطوة الثالثة، خطة العمل او البيزنس بلان. للأسف في ناس كتيرة بتخلط ما بين البيزنس موديل والبيزنس بلان. الموديل بيحول البيزنس لصورة بتعرفك الدنيا هتكون ماشية ازاي بشكل إجمالي وبدون تفاصيل. أما التفاصيل فهتكون موجودة في البيزنس بلان، أو بمعنى أصح البلان ديت الخطوات اللي هتمشي عليها علشان توصل لأهداف معينة، واللي هي شكل الموديل بتاع البيزنس بتاعك. أو بتعريف تاني لو مفهمتش الكلمتين دول، هي صورة مكبرة للبيزنس موديل بس بتفاصيل كتير. يعني ازاي هتنفذ البيزنس بتاعك بشكل تفصيلي على أرض الواقع، وإيه الخطوات اللي هتعملها علشان توصل للموديل ده. وخلينا نبدأ مع بعض نتكلم عن البيزنس موديل. يعني إيه بيزنس موديل؟ دلوقتي عندك 3 أو 4 أفكار،
وعايز دلوقتي تقيم الأفكار ديت وتطلع بفكرة أو 2 قابلين للتنفيذ. بس علشان تعرف تقيم الفكرة كويس لازم وانت بتقيم الفكرة تكون واخد بالك من البيزنس موديل بتاعها. بس يطلع ايه البيزنس موديل ده؟ معنى البيزنس موديل باختصار، بتتخيل لو الفكرة ديت اتحولت لبيزنس شكلها على أرض الواقع هيكون ازاي؟ التخيل ده بيكون على ورقة في شكل رسمة، من خلالها بتظهر لك أسئلة كتير هتحتاج تجاوب عليها. أسئلة زي مين الفئة المستهدفة؟ ايه هي الفاليو اللي انت هتقدمها لهم؟ ازاي هتوصلها ليهم؟ ايه اللي هتكسبه لما تزودهم بالفاليو ديت؟ اللي هتكسبه ده هيجيلك او هيوصلك عن طريق ايه او ازاي؟ ايه هي الموارد اللي انت هتحتاجها؟ التكلفة بتاعتك هتكون قد ايه؟ ومع اجاباتك على كل سؤال بيظهر لك سؤال جديد بتحاول تجاوب عليه، وباجاباتك ديت انت بتحدد شكل البيزنس بتاعك هيكون ازاي. بعدها هتقدر تطلع بتقييم مبدئي للفكرة إذا كنت قادر على تنفيذها ولا لأ. ولو مش هتقدر بتحاول تشوف فكرة غيرها وتعمل عليها نفس اللي عملته ده. أما لو قادر، في الحالة ديت بتروح تعمل feasibility study أو دراسة جدوى، ودي عبارة عن تقييم نهائي للفكرة بتاعتك، بتعرف منها مدى جدوى فكرة الستارت اب قبل ما تبدأ تحط البيزنس بلان بتاعتك. إذا البداية بتكون من الفكرة وبتعمل لها بيزنس موديل، والبيزنس موديل للفكرة بيعرفك إذا كنت هتقدر تنفذ الفكرة ولا لأ. وما تنساش للبيزنس موديلز أنواع كتير، وأبسطهم اللي هيحقق لك عائد هيغطي التكاليف اللي هتصرفها على الستارت اب بتاعك. ولو اخترت بيزنس موديل معقدة الأمور هتبقى أصعب معاك. طيب إيه فايدة البيزنس موديل؟ البيزنس موديل مهمته إنه يرتب الأساسيات أو الأعمدة الرئيسية اللي الستارت اب هيشتغل عليها، ومن خلاله هتقدر تشرح فكرة البيزنس بتاعك لأي حد بسهولة، وخاصة لو انت محتاج فند. هيعرفك على المشاكل اللي ممكن تقابلك، وهتقدر تطلع بتقييم مبدئي للفكرة بتاعتك، ومن خلاله بتقدر تحدد الطريقة اللي هيمشي عليها البيزنس بتاعك علشان يخلق قيمة مضافة للشريحة اللي انت مستهدفها وتستفاد منها. وبرضه تقدر تدرس وتحلل أي فكرة تيجي في دماغك، وكذلك تقدر تحلل أي مشروع شغال بالفعل وتفهم هما ازاي بيكسبوا منه، وده هتفهمه أكتر في الفيديوهات الجاية. ده غير انه هيساعدك تطور من البيزنس بتاعك وتعمل منه أقصى إفادة ممكنة. دي بعض مهام البيزنس موديل. في بقية الفيديوهات أهميته هتوضح أكتر ليك، ولما تطبقه بإيدك هتكتشف قد إيه إن هو مهم جدا وبيوفر وقت ومجهود وفلوس كمان، لأن ممكن الفكرة تكون واردة فنيا بس ملهاش قيمة لما تحطها في سياق بيزنس موديل. البيزنس موديل هي أداة أساسية لأي رائد أعمال ناجح. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا لكل اللي عاوز يبدأ مشروعه الخاص ومحتاج يعمل بيزنس موديل بنفسه خطوة بخطوة. هنشرح لكم الأنواع المختلفة لنماذج الأعمال، وهنركز بالتفصيل على أهم نموذج عمل موجود دلوقتي وهو البيزنس موديل كانفاس. هنعرفكم إزاي تقدروا تعملوا بيزنس موديل كانفاس بنفسكم، وهنوضح لكم الخطوات الأساسية والحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتعملوه علشان تضمنوا إن الموديل يكون مظبوط ويساعد مشروعكم ينجح. يلا بينا نبدأ الشرح ونتعمق أكتر في التفاصيل، وخلينا نبدأ بأول حاجة أنواع البيزنس موديلز. البداية الحقيقية في رحلة عالم البيزنس إنك تفهم الشركات والصناعات الموجودة حواليك إزاي بتشتغل وبتكسب. أكتر حاجة ممكن تفهمك الموضوع ده هو نماذج الأعمال واللي مبني عليها البراندات العالمية. علشان تعرف إزاي الشركات ديت بتشتغل وإيه الموديل اللي ماشي عليه، اسأل نفسك 5 أسئلة رئيسية. الشركة بتوجه خدماتها لمين؟ إيه هي الخدمات اللي بتقدمها؟ إزاي بتكسب؟ إزاي بتميز نفسها عن باقي الشركات في السوق؟ وإزاي بتقدم خدماتها؟ وبكرر ما تنساش إن أبسط نماذج الأعمال هو اللي هيحقق عائد هيغطي التكاليف، والأمور بتتعقد أكتر معاك لو استخدمت نماذج أعمال معقدة. نماذج الأعمال كتير، هنتكلم دلوقتي عن أهم النماذج دي. وأول نموذج معانا نموذج الحلول، الكاستمر سوليوشن موديل. النموذج ده ما بيقدمش برودكت أو منتج بالمعنى المعروف، لا، هو بيقدم حلول للمشاكل اللي بيتعرض ليها الكاستمرز زي شركة IBM، واللي بتقدم حلول متكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. والنموذج ده مربح قوي وهو من ضمن النماذج الاستشارية واللي بيحتاج لخبرات كبيرة. تاني نموذج معانا النموذج الإعلاني، الادفرتايزنج موديل. الربح هنا للشركات اللي بتشتغل على الموديل ده بيجي من الإعلانات زي الجرايد اليومية، ورغم إنها ما بتكسبش كتير من بيعها يوميا بس بتكسب كتير من خلال الإعلانات اللي بتظهر على صفحاتها. تالت نموذج معانا نموذج الوسيط، السويتش بورد موديل. فكرة النموذج ده إنك كشركة بتحاول تجمع ما بين البايع والمشتري في مكان واحد مشترك كتسهيل ليهم، زي موقع علي بابا وأمازون وجوميا ومواقع التوظيف
التوظيف برضه، والربح هنا بيكون من خلال عمولة وإعلانات. رابع نموذج معانا نموذج تثبيت وغلق السوق ديفاكتو ستاندرد موديل. الشركات بتتبع الموديل ده لو عايزة تقفل شركات منافسة ليها وتستحوذ على الكاستمرز بتوعهم، زي بالظبط اللي عملته شركة مايكروسوفت لما نشرت الأنظمة والبرامج بتاعتها للعالم، وبالتحديد لما نزلت المتصفح بتاعها انترنت اكسبلورر، وبكده أخدت نصيب كبير من المنافس الوحيد وقتها واللي هو نيتسكيب. فبمجرد تعود اليوزرز على الأنظمة المجانية بيكون صعب جدا ومكلف لو لجأ لمنتج منافس أو بديل، وده معروف بمصطلح الغلق الشهير الكاستمر لوكين. والموديل ده هيظهر قدامك في مجال برمجيات كتير. النموذج الخامس وهو النموذج الهرمي لبروفيت بيراميد موديل، هو اسمه موديل الأقوياء. الشركات اللي بتمشي على الموديل ده عندها غاية واحدة، وهي إنها تستحوذ على كل السوق، وأي ثغرة بيشوفوها بيسدوها. ومن الشركات اللي شغالة على الموديل ده شركة جنرال موتورز، بتبدأ من قاعدة الهرم بإنتاج سيارات صغيرة بسعر قليل لحد قمة الهرم بإنتاج السيارات الكبيرة الغالية، وما بتسيبش أي نوع أو حجم للسيارات إلا وبتنتجه. النموذج السادس والأخير واللي هو موضوع الكورس بتاعنا نموذج العمل التجاري البيزنس موديل كانفاس. ده بقى أشهرهم ومختلف عن نماذج الأعمال اللي فاتت. النموذج ده تقدر تطبقه على أي فكرة بعكس النماذج اللي فاتت، واللي ليها أفكار معينة تقدر تطبقها عليها، أو بمعنى أصح مشاريع معينة ممكن تشتغل في إطارها. أما نموذج العمل التجاري أو البيزنس موديل كانفاس فده من أهم الأدوات واللي بتساعد رواد الأعمال علشان يخططوا لمشاريعهم وشركاتهم الناشئة الستارت ابس، وده طبعا على ورق وبالأرقام قبل ما ينزلوا السوق. والنموذج ده هنتعرف عليه اكتر دلوقتي. نموذج العمل التجاري البيزنس موديل كانفاس. زي ما قلنا من شويه ان في انواع كتير للبيزنس موديلز، دلوقتي هنتكلم عن اشهرهم واللي هو البيزنس موديل كانفاس. والكانفاس معناها منسوجات، بمعنى ان انت تنسج البيزنس بتاعك وتلضمه في بعضه حته حته، وظهر في 2008 واللي عمله واحد اسمه الكسندر اوستروالدر. وبقى من اشهر البيزنس موديل اللي الانتربرينورز او رواد الاعمال بيعتمدوا عليها في الستارت ابس بتاعتهم على مستوى العالم. البيزنس موديل كانفاس بتتكون من 9 مجموعات او 9 بلوكات بنرسمهم في صفحه واحده كبيره بحيث كل حاجه تكون واضحه قدامك. التسع مجموعات كالتالي: شرائح العملاء، القيمه المضافه، قنوات التواصل، علاقات العملاء، الانشطه الرئيسيه، الموارد الرئيسيه، الشراكات الرئيسيه، ومصادر الايرادات، وهيكله التكاليف. والتسع مجموعات ديت هي الاساس، هي اللي هيتبني عليها او هيترسم عليها العناصر الاساسيه للستارت اب او الفكره بتاعتك، بحيث تقدر تشوف الصوره من فوق عامله ازاي، وهيمكنك من انك تشوف وتعدل نقاط الضعف وتحولها لنقاط قوه، وتتجنب اي تهديدات، وتقدر تستفيد من الفرص اللي هتقع قدامك. والبيزنس موديل بيتعمل له ابديت باستمرار علشان تقدر تستمر وتكمل. زي مثلا لو لاحظت ان التكاليف اكتر من الايرادات، في الحاله ديت يا بتقلل التكاليف يا بتزود الايرادات، وزياده الايرادات بتبقى عن طريق انك تعلي السعر او تزود خدمه او منتج، وده على سبيل المثال مش الحصر. والورقه ديت بتفضل قدامك او معاك في جيبك علشان يعني لو احتجت تعدل حاجه تكون شايف صورتها كويس بعد التعديل هتكون ازاي وايه مدى تاثيرها على البيزنس ككل. دلوقتي تعالى اقول لك ازاي تعمل بيزنس موديل كانفاس. زي ما قلنا قبل كده ان البيزنس موديل كانفاس عباره عن ورقه او لوحه بتعرض فيها اساسيات فكره البيزنس بتاعك، او بمعنى تاني بتجاوب في الورقه ديت على اسئله هتحتاجها علشان تقوم البيزنس بتاعك. زي ما قلنا من شويه بتشوف انت عايز تفيد مين وهتفيدهم ازاي، وازاي هتوصل للشريحه اللي انت عايز تفيدها، والعلاقه معاهم هيبقى شكلها ايه، وايه هي الموارد اللي انت محتاجها، ومين الشركاء اللي معاك، وايه الانشطه اللي هتعملها، والتكاليف اللي هتحتاجها كام، والفلوس اللي هتكسبها هتجيلك منين. وبكده بيتحدد شكل البيزنس. وبتفاصيل اكتر مكونات البيزنس موديل. البيزنس موديل كانفاس بيتكون من 9 مجموعات، والتسع مجموعات دول هتشتغل عليهم بالتوازي، وبيبقى فيها كل التفاصيل بتاعه البيزنس اللي انت محتاجها. واللي عامل الاداه ديت الكسندر. وكل مجموعه بتاخد ركن خاص بيها على الورقه او اللوحه اللي انت هتنفذ عليها البيزنس موديل بتاعك. ودلوقتي يا ريت قبل ما تكمل مشاهده حاول دلوقتي تفتكس اي فكره للبيزنس نفسك تعمله مؤقتا، وجيب ورقه وقلم وحاول تجاوب على الاسئله اللي هنقولها في الورقه اللي معاك بحيث تقدر تشوف الموديل بتاع الفكره اللي في دماغك. فكل المطلوب منك ان يكون عندك فكره حاضره دلوقتي في دماغك. يلا بينا. اول حاجه شرايح العملاء. هنا هيكون موجود كل انواع العملاء اللي الشركه بتستهدفهم بالتفصيل، يعني بتحدد سن ومكان اقامه والتعليم وحالتهم الماديه واهتماماتهم واحتياجاتهم وكل خواص الشريحه اللي انت مستهدفها، وبتحاول قدر المستطاع تحددها تحديد دقيق، لان العملاء دول هم اللي هتشتغل عليهم علشان تقدر تاخد منهم فلوس. والعميل من اهم عناصر البيزنس موديل. وخد بالك ان شرايح العملاء في حاجات كتير بتتحدد بناء عليها. باختصار بتشوف انت هتبيع لمين بالظبط. تاني حاجه قنوات التواصل. هتتواصل مع العملاء بتوعك عن طريق ايه؟ سوشيال ميديا ولا تليفون ولا عن طريق الميل ولا عن طريق المقر بتاعك ولا ايه بالظبط؟ وافضل وسيله للتواصل معاهم اللي مش هتاخد منك تكاليف زياده وهتوفر
عليك. وازاي هتاخد رأيهم في المنتج واقتراحاتهم لتطويره. قنوات التوزيع هنا بتحدد طريقة التواصل المناسبة لكل شريحة هتقدم لها المنتج أو الخدمة بتاعتك. وعندنا نوعين من القنوات. الأولى قنوات أنت بتملكها زي السايت بتاعك، صفحات السوشيال ميديا، مقر شركتك وهكذا. أما القنوات التانية فهي حاجات أنت بتستخدمها بس مش ملكك، زي إعلاناتك في التلفزيون أو في الجرايد أو اللوحات اللي بتكون على الطريق السريع وغيرها. أنت بقى بتقدر تستخدم كل واحدة بحسب كل شريحة وإيه المناسب ليهم. المهم حاول تكون ذكي مع العميل وتحسسه إنك جنبه في كل وقت، وخاصة في الوقت اللي تحسه محتاجك جنبه، بداية لما تعرفه على المنتج بتاعك لحد ما تقدم له خدمات ما بعد البيع زي الدعم الفني والمتابعة. رابع حاجة علاقات العملاء. إيه طبيعة العلاقة مع العملاء بتوعك وإزاي هتبني علاقتك معاهم؟ يعني أسلوب التعامل هيبقى شكله إيه، وإزاي هتقوي العلاقة بيهم، وإيه اللي هيميز علاقتك بيهم عن منافسينك، وهل هيكون في خدمة عملاء تحل مشاكلهم؟ بمعنى هتعين ناس متخصصين لحل مشاكل العملاء؟ طيب لو هيتعاملوا ازاي معاهم؟ وهل هيبقى لكل عميل مساعد شخصي ليه، حاجه زي مرشد سياحي مثلا بيرافقه اثناء زيارته وبيحاول يجاوب على كل اسئلته؟ ولا هتعمل منتدى او كوميونتي من خلال العملاء ممكن يتواصلوا مع بعض ويساعدوا بعض وياخدوا اراء بعض في منتج بتنزله، او ان الكوميونتي ده يساعدك في عمل المحتوى بتاعك علشان تقدر تطور المنتج او الخدمه بتاعتك وهكذا. خامس حاجه القيمه المضافه. هنا بتحاول تقدم قيمه مضافه للعميل بتاعك علشان يجي لك انت وما يروحش لغيرك. بمعنى ايه اللي هتضيفه ليهم، ايه المنتج او الخدمه اللي هتقدمها لهم وهتسد بيها احتياجات عندهم، ايه المشاكل والحاجات اللي موجوده في البدائل التانية اللي العملاء ما بتحبهاش ومتخوفه منها، ايه المميزات اللي عندك اللي مش موجوده في البدائل التانية واللي بسببها الناس هتيجي لك انت وما تروحش لغيرك. وهنا خليني اقول لك نصيحه، ما تلعبش على السعر الا لو فعلا في مقدرتك انك تغير قوانين اللعبه في السوق بالسعر بتاعك. واخيرا ايه اللي بيخلي الشريحه دي تستخدم منتجات المنافسين والبدائل للمنتج بتاعك في الوقت الحالي. فالمفترض ان المنتج بتاعك يكون بيحل عنده مشكله مستمره من فتره بيعاني منها، او ان اداء المنتج بتاعك يكون افضل من غيره، او تضيف فيه خاصيه للتعديل بحيث يتناسب مع المستخدم. ده غير التصميم او العلامه التجاريه او السعر او تقليل المخاطر زي الضمان مثلا، او توفر المنتج وسهوله الوصول اليه في كل مكان، او الراحه وسهوله الاستخدام بعيد عن التعقيد. حاول تضيف لمسه في المنتج او الخدمه بتاعتك تكون عندك ومش عند غيرك، ولو في عيب عندك حاول تقلبه نقطه قوه، واوعى تسكت على وجود عيوب في المنتج بتاعك. دي كلها حاجات هتساعدك تبني قيمه مضافه في المنتج او الخدمه بتاعتك. وخد بالك ان القيمه المضافه ديت هي اللي هتكون سبب وجودك في السوق، يعني باختصار هي اللي هتخلي الناس تشتري منك. سادس حاجه الانشطه الرئيسيه. في الجزئيه ديت بتكتب كل الانشطه والمهام المطلوبه منك انت والتيم بتاعك تنفذها علشان تقدر كبزنس تقدم المنتج او الخدمه بتاعتك، واللي المفترض تستمر في تنفيذها علشان تفضل مسيطر على السوق وتحقق ارباح. وعندنا 3 انواع اساسيه من الانشطه الرئيسيه. واول حاجه وهي الانتاج. ايه الانشطه اللي المفترض تقوم بيها علشان تقدر تخرج المنتج او الخدمه بتاعتك في شكلها النهائي؟ تاني حاجه حل المشكلات، بتتابع وتشوف ايه هي المشاكل الموجوده في الشركه. تالت حاجه الشبكات واللي ممكن توصل المنتج من خلالها زي امازون مثلا بشكل عالمي وجوميا بشكل محلي. سابع حاجه الموارد الرئيسيه. ايه هي الموارد الرئيسيه اللي هيحتاجها البيزنس بتاعك علشان يشتغل ويقدر يقدم القيمه المضافه ويجيب ايرادات؟ الموارد ديت زي مقر البيزنس، وبتحاول تختار مكان مناسب للبيزنس، زائد الفريق بتحدد التخصصات والخبرات اللي انت محتاجها، زائد المعدات اللي هتستخدمها في انتاج المنتج او الخدمه اللي هتقدمها للعملاء، زائد الفلوس اللي هتحتاجها في البدايه علشان البيزنس يفضل شغال. وما تحطش رقم وخلاص، فصل الرقم ده هيكون فلوس قد ايه وهتصرفه في ايه بالظبط، زائد طبعا الموارد، ودي طبعا ممكن تكون مملوكه او مستاجره ليك، بس المهم انها تكون موجوده. تامن حاجه الشركاء. مين هم شركائك؟ وحاول تعرف ايه السبب في اختيارك ليهم، فلوس ولا خبره ولا دعايه، وعلى اساس احتياجك اختار حد يسد الثغره اللي عندك، سواء كانت بقى فلوس او خبره او اي حاجه تانية. ولا انت عايز حد يشاركك في الخسائر لو حصلت لا قدر الله وما تشيلش لوحدك؟ دي بتاعتك، حددها وانت مقتنع 100%. تاسع حاجه بعد كده مصادر الايرادات. بتحدد المصادر اللي هتدخلك فلوس، يعني الفلوس هتجي لك منين؟ من بيع منتج او خدمه، ولا تاجير، ولا اشتراك، ولا عقد شهري او سنوي، ولا اعلانات، ولا ايه بالظبط؟ وبتحاول تتوقع نسب الارباح، وبتشوف ايه افضل وسيله للدفع، وده طبعا على حسب كل شريحه، لان في ناس بتفضل تتعامل بالفيزا وفي ناس معاش فيزا. لو البيزنس يعني بتاعك اونلاين، وبكده تستعمل معاهم فودافون كاش او اتصالات كاش، يا اما عن طريق البريد السريع، يا اما عن طريق مقر البيزنس بتاعك. المهم انك تسهل عليهم طريقه الشراء، ما تعقدهمش بان يبقى في طريقه واحده بس، نوع على قد ما تقدر.
اخر حاجه معانا هيكله التكاليف. ايه التكاليف اللي احنا محتاجينها للبيزنس؟ والتكلفه نوعين، تكاليف ثابته وتكاليف متغيره. التكاليف الثابته ودي اللي بتفضل زي ما هي مهما تزود الانتاج، والتكاليف المتغيره وديت بتزيد بزياده الانتاج. وايه الموارد اللي تكلفتها غاليه؟ وايه الانشطه الرئيسيه الاكثر تكلفه علينا؟ رواتب ولا دومين واستضافه ولا اعلانات وتسويق ولا مواد خام ولا ايجار ولا ايه بالظبط؟ وبتحاول تشوف طريقه تقدر توفر منها في كل بند من مصروفاتك. وما تنساش معادله الارباح والخسائر واللي بتساوي الايرادات ناقص المصروفات. دي كلها اسئله هتحتاج تجاوب عليها علشان تعمل البيزنس موديل بتاعك. اذا الاجوبه ديت هي اللي هتحدد شكل البيزنس موديل بتاعك، وفي الاخر يبقى ظهر قدامك صوره كتوضيح للي هتعمله في البيزنس، وهتقدر تقيم مدى جدوى فكره البيزنس بتاعك على ارض الواقع. اذا ال9 مجموعات دول مربوطين ببعض وبيصبوا في بعض لخدمه البيزنس ككل، وده من افضل المواقع اللي هتساعدك تعمل بيزنس موديل. خليني بقى في اخر الفيديو اقول لك على ملاحظ تاخد بالك منها وانت بتعمل البيزنس موديل بتاعك. هتيجي لك افكار كتيره جدا، اهم حاجه تعرف تغربل الافكار ديت وتطلع منهم بفكره تكون مؤمن بيها جدا حتى النخاع. الانتربرينور او رائد الاعمال اهم ميزه لازم تكون موجوده فيه انه يعرف يستخدم الموارد المتاحه قدامه ويشتغل بيها. باختصار بيعرف يسد احتياجات البيزنس بتاعه بالمتاح قدامه لحد ما الظروف تتيسر معاه، ولازم يفوكس قوي على التكاليف وفريق العمل اللي هيشتغل معاه، ويعرف يستخدم المعلومات المتاحه قدامه، ويعرف يدير كل حاجه بتخصه وبتخص البيزنس بتاعه. العلاقات مهمه جدا جدا في البيزنس، هتوفر عليك حاجات كتيره جدا من وقت المجهود لتقليل التكاليف وتزويد الارباح. باختصار العلاقات في البيزنس مكسب ليك. اهم حاجه في البيزنس بتاعك القيمه المضافه، هي اللي هتظبط لك الدنيا، هي اللي هتخلي البيزنس بتاعك ليه لازمه ويستمر ويكمل. البيزنس موديل ما بيتعملش من يوم وليله، واي فكره بتنور في دماغك بتعدل في الموديل بتاعك لحد ما تكون الافكار الاساسيه اللي هتشتغل عليها، والاسئله الكتير اللي هتسالها لنفسك هتساعدك تعمل بيزنس موديل افضل للستارت اب بتاعك. فريق العمل لازم يقعدوا مع بعض وهم بيعملوا البيزنس موديل علشان كل حاجه بتخص البيزنس يكون متفقين عليها من البدايه. البيزنس موديل او نموذج العمل بيتم تعديله وتطويره باستمرار، وده لان السوق مش واقف، السوق بيتحرك وبيتغير بسرعه جدا، فلازم يكون في تطوير للموديل علشان البيزنس بتاعك يقدر يواكب التغيرات والتطورات اللي بتحصل في السوق، والا البيزنس بتاعك مش هيكمل. واقرب مثال لده هي قصه نوكيا واندرويد. ممكن تدخل على اليوتيوب وتسمعها، قصه مشهوره جدا. اسمعها وشوف شركه نوكيا حصل لها ايه بعد ما كانت واكله السوق كله. شويه نصايح سريعه: اطبع الكانفاس على ورقه A3 او ارسمه على سبوره او لوحه علشان تقدر تدي لنفسك مساحه للشغل. استخدم الستيكي نوتس علشان تقدر تضيف وتحذف من غير ما تشوه الكانفاس. استخدم الوان مختلفه من الستيكي نوتس علشان تقدر تميز الالوان بحسب الاهميه او تخلي الحاجات اللي مرتبطه ببعض بنفس اللون. ارسم واكتب على النوت، خلي الكانفاس كانها قصه وخلي العناصر مترابطه ببعض زي اي قصه كويسه. اعمل كذا كانفاس وقارنهم ببعض وما تاخدش اول كانفاس تخلصه. وده موقع لتدريب على عمل بيزنس موديل. اعمل كانفاس واكتب كل اللي انت عاوزه عليه بس بعد ما تعمل اكونت على الموقع الاول. ودي بعض الكيس ستاديز لمشاريع مختلفه. اشوفكم الفيديو الجاي. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد. السلام عليكم.